منتج واحد غني بفيتامينات مهمة جدا للبشرة وللشعر، ومثبت علميا انه مضاد اكسدة قوي. كمان بيقلل من ظهور الحبوب ومضاد للبكتيريا اللي هي اصلا بتسبب الحبوب. يعني حاجة كده ما فيهاش ولا غلطة. اللي بتكلم عليه هو زيت الزيتون، وزيت الزيتون ليه فوائد كتيرة جدا للبشرة. كمان فيه فيتامينات كتيرة جدا، اهمهم فيتامين الف وفيتامين د وفيتامين ه، ودول كلهم بيعززوا من نضارة البشرة بشكل كبير جدا. كمان هو مضاد أكسدة قوي جدا، وده لأنه بيحتوي على مادة معينة بتركيز عالي. المادة دي اسمها سكولين، وهي دي اللي بتميز زيت الزيتون عن بقية الزيوت، لأن هي اللي بتديله الخصائص مضادة للأكسدة القوية. كمان الدراسات أكدت إن استخدام صابونة زيت الزيتون بتقلل من ظهور الحبوب وبتتخلص منها تماما، لأن هي بتقتل البكتيريا اللي بتسبب الحبوب أصلا. غير إنه مرطب حلو جدا سواء للبشرة أو للجسم بالكامل. نستخدمه إزاي بقى؟ غير طبعا اننا ممكن ندخله في اكلنا باكتر من طريقة. كمان هنلاقي منتجات عناية بالبشرة والشعر كتير بيدخل في تركيبتها زيت الزيتون، والافضل اننا نستخدم صابونة زيت زيتون طبيعية زي صابونة نابلسي شاهين الشهيرة. صابونة نابلسي شاهين فيها مميزات كتيرة جدا. هي طبعا بتحتوي على زيت زيتون طبيعي، وهو ده المكون الرئيسي ليها. بيتضاف معاها جليسرين وزيت الغار، ولكن بكميات قليلة جدا. فوائد الصابونة دي ان هي بتنظم افراز الدهون في البشرة، وبالتالي هتعالج الحبوب وهتقلل من ظهورها. كمان مش بتسبب اي جفاف للبشرة، وده من اهم مميزاتها. ممكن نستخدمها للوش او للجسم بالكامل. ممكن كمان تكون بديل اقتصادي وفعال جدا للشامبو، لان هي بتنضف فروة الراس بشكل حلو جدا وفعال ومن غير اي جفاف. غير ان سعرها اقتصادي جدا. بس لازم تتأكدوا ان الصابونة اللي معاكم هي الاصلية. لازم تجيبوها من مكان موثوق، ويفضل تجيبوها من الصيدلية. المفروض لونها بيكون اخضر غامق وريحتها بتكون زيت زيتون. الانواع التانية الغير اصلية بيكون متضاف عليها روايح وعطور، فخلي بالكم من حاجة زي دي. وده كان نهاية فيديو النهاردة. متنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير مع اصحابكم. Thanks for watching، واشوفكم في فيديو جديد.